بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل البونشو ده. في صديقة طلبت مني بونشو لطفلة عندها 10 سنين، وهو بونشو سهل وظريف وسهل في العمل وله شراشيب وبلونين الأبيض والفوشيا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد ومع خطوات العمل. سلاسل مكوز يعني عدد زوجي لغاية ما نوصل لدوران الراس. قسنا كده دوران الراس. هناخد كده نفضل عادلينها كده بالوش. السلسلة دي هنفضل عادلينها بالوش كده لغاية ما نوصل لدوران للبقى الأخرانية. هنقوم واخدينها معاها كده. هعلم النص من الناحية التانية. وهاجي هنا في الأول هشتغل غرزتين عمود و2 سلسلة واسيب. قلنا هنشتغل. خلي بالي ان انا دايما بشتغل في وش الشغل. غرزتين سلسلة وهسيب 1 2 واعمل غرزتين عمود. بعد ما اعمل غرزتين عمود اخد غرزتين سلسلة وهكمل. وما اجي للنص هجيلكم. جيت للنص وشلت العلامة وعملت غرزتين. جيت هنا قدام السلسلة اللي في النص هاخد هنا علامة اهي في النص برضو تاني عشان ابقى عارفة لما يجي النص هوسع. وهكمل عادي 2 عمود و2 سلسلة وهسيب سلسلتين تحت. جيت عند النص التاني. انا هعلم النص من هنا والنص من هنا. هبتدي سطر جديد، بس هبتدي السطر الجديد باللون الابيض. قصيت وقفلت اللون التاني وخدت العلامة شلتها كده وابتديت اللون ابتدي غرزة كده برانية. هبتدي اللون الابيض هنا بالشكل ده كده. واخد 3 سلاسل عشان ابتدي عمود تاني. واخد الطرف ده اشتغل عليه عشان انضف. واخد 2 سلسلة واخد كمان واحدة في قلب المنتصف ده. كمان واحدة 2 يعني. يبقى كل منتصف هعمل فيه كده وهكمل عادي. هاخد 2 سلسلة و2 عمود. اتنين سلسلة في كل فراغ اخد 2 عمود.
نكمل باقي ونشوف كده. جيت في المنتصف اللي انا معلماه، عملت 2 عمود و2 سلسلة في نفس المكان، وهمشي عادي بقى. كل ما اجي عند القفلة دي هعمل نفس الحكاية. هاجي هنا عند القفلة هقفل بمنزلقة واخد سلسلة، وبعدين اجي هنا اخد منزلقة كمان، وبعدين انزل هنا منزلقة واطلع 2 هنا، وعملت ايه كمان 2 وسلسلة و2 وسلسلة. مفيش الا اللي في النص ورا والنص قدام هو اللي هزود فيه 2، وهكمل بقية السطور عادي. وصلت انا بالشغل لغاية هنا كده، وصل بالدراع لغاية هنا ماشي. هقوم واخدة مقاس الدراع وأعلم هنا كده، ماشي. هعلم هنا اهو في دي، والتانية برضو ايه، ادي 1 2 من المنتصف ايه. بعدين هاخد بقى ايه دوران هنا كده مقفول، بحيث ان انا اخد حتة في الكم هنا كده ايه توسع الكم. جيت عملت 2 غرزتين، وعملت هنا اللي هو مثلا انا هنا النص اهو، سبت 2 زي ما سبت هنا ايه النص، وده 2 اهو. جيت عملت عمود كده، ممكن لو انا عايزة الكم اوسع هزود السلسلة دي وابقى اعمل فيها ايه وهاجي هشتغل هنا ايه كمان 2 عمود زي ما عملت في الطرف التاني. في الطرف الاولاني هعمل في الكم التاني. كمل وما اجي للكم التاني هوصل هقوله. يبقى انا عملت ايه الجديد، ان انا جيت حجزت مكان الكم وعملت قفلت عادي جدا، ومشيت دوران بقى. همشي بعد كده دوران وقفلت، بدل ما ابتدي من النص زي ما ببتدي كل مرة هنا كده، ابتديت من عند الكم، ابتديت من عند الكم اللي هو ده اهو. ادي البداية اهيت، بدل ما ابتدي من النص ابتديت من عند الكم وعملت المنطقة دي. بعد كده همشي دوران بقى وانزل كده، همشي دوران وانزل على واسع كده، بنفس الطريقة تنزل على مثلث. هكمل واجيلكم. وصل معايا البونشو لغاية الحجم المظبوط اللي انا الطول اللي انا عايزاه، ونضفت كل اللي بقى في منتهى الجمال اهو. نضفت كل الفتل، وست فتلة قصيرة هنا هيت عشان اعملها بإبرة المنجد، ومش لازم يعني إبرة مخصوصة ولا كده. ازاي ان انا لما يكون معايا فتلة قصيرة اقدر ان انا انضف بيها؟ بغرز الإبرة الاول، وبعدين الضمها
وبعدين اطلع بيها كده ادي مرة، وبعدين اعملها تاني اغرزها في قلب الخيط الابيض بطريقة ما تبانش كده، وبعدين الضم الابرة تاني. يبقى انا عملتها مرتين وممكن 3 لو حسيت انها لسه ما ثبتتش، لكن لقيتها ثابتة خلاص. مش انا بالنسبه لي مش هعمل للشال شراشيب، انا شايفه ان شكله كده اظرف بتلك. لكن لو انت عايزه تعملي شراشيب بتجيبي ايدك كده وتلف الخيط بالشكل ده كده، وبعدين تقصي ونيجي نقص من ناحيه واحده اللي فيها الايه، الناحيه المفتوحه اهي. واخد كل 2 عشان ما بقاش يعني شكله مش حلو، يعني يبقى شراشيب كتير وكده. هاخد 2 واروح تانيهم كده، واروح جاية على في نص ال2 دهم كده اغرز. مثلا لو ابتديت من ورا اكمل من ورا، ابتديت من قدام اكمل من قدام اهي. بالنسبة للشراشيب اهي سهلة جدا.